نارين بيوتي بتستحق هذا العرس ام لا؟ والخاتم اللي جاب لها جوزها هل بتستحقه ام لا؟ خلونا نبلش بهذا الفيديو ونفهم الموضوع مع بعض. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة من قناة. فاليوم عندنا فيديو ناري. اول شغلة انا بحبها لنارين بيوتي، من صغري يعني بتفرج عليها، فمن شد المعجبين لإلها يعني. فاليوم رح نشوف العرس تبعيتها وشو اهداها جوزها وشو صار بالعرس. فخلونا نبلش بهذا المقطع. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، واللي بيحب نارين بيوتي يحط لايك، اشترك بالقناه مشان نوصل 100,000 مشترك باقرب وقت. فهلا خلونا نبلش بالمقطع، ليتس جو. فنارين بيوتي كانت بحفله العرس، هاي الصوره المصغره. خلونا نفوت على المقطع ونشوف. يلا. مثل ما قريتوا بالعنوان ما في شيء غلط. نو نو نو، اليوم عرسي يا جماعه. انا كاتبه عرسي، وحتى ثمنيل فستان هي ابيض. كاتبه عرسها والخاتم معاها. ما شاء الله ما شاء الله، الله يهنيك يا نارين بيوتي. خلونا كمان. دخلتوا على المكان الصح. اليوم عرسي. ضغطولي. لا 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 لا، ما بعرف زلغيت. المهم اليوم مثل ما قريتوا، والله حاسه بشعور غريب. شو بدي لكم، ولا مره عامله فيديو عرسي. عرسنا رح يكون بإمارة فجيرس، ونحن حاليا قريبين 3 دقائق من الصاله. اذا بتشوفوا هديك الصخره اللي هنيك عرسي. سو فعليا انا مسافه 3 دقائق بعيده عن المكان. عنا هاي الفيلا اللي حاجزينها، كل الصبايا عم يتجهزوا هنيك. سيدرا، شيرين، مرت خالو، مرت شيرو، باسكال، ماما، خالتي مشوا اخذهم. والله ما عم بعرف اتحرك بهالشيء. لا احنا رح نقرب شوي لقدام العرس، تمام؟ لانه هي هلا بدها تفرجيكم الامهات والستات والعمتات والخالتات. فخلونا نشوف العرس، تمام؟ اول شغله اطلاله نارين، تمام؟ خلونا نشوفها، تمام؟ هلا الاطلاله كثير حلوه الصراحه، اطلالتها واطلاله زوجها عن جد حلوين. الله يبارك لهم. فبنات، قديش بتقيموا فستان نارين بيوتي، وقديش بتقيموا المكياج تبع نارين بيوتي؟ يلي بقيم حابب يقيم ينزل بالتعليقات ويقيم الاطلالات، تمام؟ فانا بعرس الرجال، بس ما بعرف ليش امه واقفه هون الصراحه. فخلونا نشوف. هون الاطواق ما شاء الله. هي عراضة سورية ولا عربية؟ ما بعرف. عراضة شو هي يا اخوان؟ الله، شو السجادة الحمراء دي؟ الله، هدول عم يصوروا ولا هيك بس اصنام يعني؟ ما بعرف. يعني هون اطلالات الناس اللي بدها تمر من السجادة الحمراء. فخلونا نشوف الاطلالات الناس، يلا. في بعضهم انا بعرفهم، في بعضهم ما بعرفهم. هلا الصراحة أنا ما بعرف
رح نفوت هلا على الاعراس لانه هيك بدنا ساعات. خلونا نشوف. هون بدها تبلش العرس. يلا. نارو، صح كنا عايشين نفس البيت، بس حاشتاق كتير انه نعمل سليب اوفر مع بعض، يوم بغرفتي ويوم غرفتك. Don't do this. كنا كتير نغار منك انا وسيدرا لانه كنتي المفضله عند الكل. رح اشتاق كتير لما بتسرقي ملابسي وما ترجعي لي اياهم. مو يعني اذا تزوجتي يعني ما رح تجي لعنا ونعمل جوسب بنص الليل. سوري رامي بس وي هاف تو. يعني حنسرقها. رامي. بس بدي احكي كلمتين. انا هاي الفقره كتير بحبها الصراحه. ثاني شغله، شيرين اخذه كل الاضواء كلها بفستانها وبجمالها الصراحه. يعني اعطيكم اياها من الاخر، شيرين احلى وحده فيهم يعني الصراحه. نحن عطيناك اغلى شي بحياتنا، دير بالك عليها وبنحبكم انتوا الاثنين. We love you. Take care of her. Congratulations, Rami and Nareen. Good evening, family and friends. For هذا those of you اخوه who لرامي، بحسه يا زلمه شبيه طبق الاصل لرامي، ما بعرف ليش بس بيشبهه كتير. who I haven't met yet, I'm Rami's younger brother. Some say better looking, I'm not too sure. At this point, he's gotten used to it. To give you an idea of what he was like at the age of 9, Rami asked Dad for an expensive gaming console, to which Dad said, no, you can't get it because it's too expensive. Rami replies, you know what, Dad? It's not your problem. It's my problem, family. I'm only sure Naro's childhood was the same, and I can't wait to hear all about it in the coming years when this lovely couple shares a roof together and calls each other my husband and my wife. A day I'll never forget when these two lovebirds crossed paths. Rami's reaction the day after he met Nareen was nothing short of exceptional. Mind you, I've seen him be emotional and excited, but this was on another level. Tamir, she's from Syria. Tamir, she's so pretty and kind and down to earth. Tamir, you gotta meet her. She also lives in Dubai. Little did I know about the adventure that was about to unfold, and oh boy, can I say it's been one hell of a ride to get here. The common wisdom suggests that the most successful marriages are when you find a friend صراحه and انا a lover الحبكه، and a lover and فخلونا a friend. نقرب And العرس. oh, على I العرس يا struggle اخوان، to على find a العرس. يلا couple نفوت that على does it العرس. better. Turn your most popular TikTok into your most engaging ad. Here's how. Meet Uncle Fluffy Cafe. Once you
وهيك بيكون خلص الفيديو. هو في كمال الصراحة بس ما عاد فينا نكمل. يلي حابب يكمل يروح على تحت تلاقوا الفيديو كامل، يلي حابب يروح يشوفه، وحساب الانستغرام رح تلاقوه تحت الصراحة. بآخر فيديو حابب أحكي كلمتين. يوم ما شفت هذا الفيديو الصراحة حابب يوما ما اني اكون واحد منهم، يعني ان شاء الله يا رب. بس يعني إلي حلم ان شاء الله ولازم يتحقق هذا الحلم. لو كان هذا الحلم رح يطول معي سنة وسنتين وعشر سنين انا رح اوصل. وبالاخير يعني ما بوصل اذا ما كان في دعم من الناس ورضا الوالدين والقرب من رب العالمين، اهم شغلة يعني. فانا لازم انجح بحياتي وان شاء الله يعني هذا حلم بحياتي، وإن شاء الله رح أحققه. شو ما كان الظروف، شو ما كانت حياتي، بده يتحقق هذا الحلم. وبس يا إخوان، بنشوفكم على خير. ديروا بالكم على حالكم إن شاء الله. انبسطوا بهذا الفيديو، اشتركوا بالقناة وحطوا لايك. بحبكم كتير. السلام عليكم.